الست لما الأيقونة تتحول لظل في رموز مش مجرد أسماء عدت في التاريخ، دي أصوات لو اتمسحت من الذاكرة بيتشال معاها زمن كامل. أم كلثوم مش مطربة وبس، دي حالة، صوت بلد وقف على رجليه. وعشان كده لما يتعمل عمل فني عنها الموضوع مش فيلم وخلاص، دي مسؤولية تقيلة. واحنا النهاردة مش جايين نهاجم ولا نمجد ولا ندافع حتى بالعاطفة. النهاردة احنا جايين نسأل سؤال واحد بس: هل فعلا فيلم الست كان حكاية أم كلثوم ولا كان مجرد ظل باهت لأيقونة ما ينفعش إنها تختصر؟ كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. أول ما تخش الفيلم هتلاقيه بيبتدي في ضلمة، في كادرات كئيبة، وإحساس إنك داخل على عالم كله مكسور، مش إحساس ست غنت فخلت العالم كله يقف. المشهد الأول في الفيلم لحفلة لأم كلثوم سنة 67 وهي واقفة على المسرح بتغني، وفي معجب يمسك رجليها فأم كلثوم بتقع. وهنا بقى السؤال: هو ده المدخل اللي نبدأ بيه حكاية كوكب الشرق؟ هي دي أعمق لحظة في تاريخ مشوار كان كله مواقف كان بيتهز لها وجدان أمة كاملة. وبعد كده في الفيلم بقى نرجع للطفولة، أبوها. وهنا الفيلم مصوره إن هو تاجر، بيتاجر بصوت بنته حتى لو كانت القاعة فاضية. وبعدين مشهد صادم، أغنية دينية موجهة لربنا قدام حمار، مشهد عبثي ملوش أي سند تاريخي غير إن هو يعمل صدمة رخيصة وخلاص. والأحداث بعد كده ماشية من غير نفس ومضادات سريعة، لا بتبني شخصية ولا بتخليك تبني رحلة. وكأن الفيلم مش مهتم إن هو يحكي قد ما هو مهتم إن هو يستعرض. نروح بقى للأداء. منى زكي اشتغلت بس مهما كان المجهود النتيجة برضه بعيدة، لا شكل ولا صوت ولا حتى روح. واللي أخطر من ده كله الشخصية المكتوبة نفسها. أم كلثوم في الفيلم طالعة عصبية مادية، بتستظرف كمان في غير محلها، لا وكمان إن هي قليلة الذوق مع عازفيها، وكمان بتخسر بخاطرهم وبتستخدم أسلوب التهديد معاهم، وده عشان تمشي اللي هي عايزاه. فين الوقار؟ فين الهيبة؟ فين الست اللي كان مجرد دخولها القاعة يخلي الكل يسكت؟ نيجي بقى للسؤال المهم: طب العلاقات الأهم في حياتها يا إما مش موجودة يا إما مشوهة. رامي مفيش العشق اللي كتب أعظم الكلمات، الكزبجي مفيش قالوله اللي صنع التاريخ، عبد الوهاب اللقاء اللي غير شكل الموسيقى العربية شبه مش موجود، ولا حتى وطنيتها الحقيقية ظهرت، ولا حتى تبرعاتها، ولا حتى كمان دورها وقت الانكسار. الفيلم قدم أم كلثوم كست وحيدة مهزوزة مكسورة، مع إن الحقيقة كان بيتها دايما عامر بالفن والضحك والنقاش. نيجي بقى هنا للحظة الحقيقية: مين هي أم كلثوم اللي بجد؟ أم كلثوم كانت مشروع عمر، ست بنت نفسها بنفسها من لا شيء لصوت كل شيء. كانت صارمة بس ذكية، حازمة بس راقية، بتفهم الكلمة قبل ما تتغنى وبتفهم اللحن قبل ما يتلحن. كانت وطن، غنت في الهزيمة، وقفت في الشدة، وكمان اتبرعت قبل ما حد يطلب. وعشان كده ما كانتش مطربة وبس، كانت ذكرى البلد. مشكلة فيلم الست مش إن هو مختلف، المشكلة اللي بجد إن هو اختار يكسر مش يفسر، اختار يظلم مش ينور. أم كلثوم أكبر من إنها تتحط في قالب أو تختصر في عصبية أو إنها تتبع في مشهد صادم. أم كلثوم كانت صوت لما كان بيطلع الزمن كله كان بيسكت، ودي حقيقة ولا فيلم ولا صورة يقدروا يغيروها. وهنا بنختم رحلتنا النهاردة بديستوبيا. لو الحلقة دي وصلت ل1000 لايك هنعمل حلقة كاملة عن أم كلثوم. متنساش تعمل لايك وشير وكمان اشتراك في القناة. سلام.